وجهت وجهي لمن لطيا وهب داعيا لوالدي وجهت وجهي لمن لطيا وهب داعيا لوالدي وجهت وجهي لمن لطيا وهب داعيا لوالدي وجهت وجهي له بالحمد ذا توبة من خطئي وعمدي صل على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمدي صل عليه بسلام واغفر لوالدي والحقوق كفري يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم عن نجيهما من العذاب والحساب بالمصطفى ومن إليه ذو انتصاب اكتب له خير صلاة بسلام بآلي وعنه ما كفى الملام أنت الغفور لغفره ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أروم منك فوزهما وقد رضيت عنك اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عذاب سلمهما معا من الأوجال في النصر والحسر ومن إخجال ارحمهما رب كما خذبيا لي صغيرا بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد صل عليه بسلام سمدي بجاهه العظيم ضدني طيا واغفر به لي ولوالدي واجعل لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرا ارحمهما في القبر والقيام في النصر والحسر وذي القيام ارحمهما في القبر والقيام والنصر والحسر وذي القيام لأب قيام كل ليل بالصبر ونجني من الغفول والخبر دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من سمعت تجيب بجاه من بجاه تجيب دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من بجاه تجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب لي أبي وهب لي أمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا خذ الحقوق والذنوب عنهما بجاهه العظيم ولتكرمهما سق الصلاة للنبي بسلام في آله ولهما كيا سلام نقي صحيفتيهما من كل ما يجر ضيفا وامه وسلما أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم أجب بجاه المصطفى وصليا على النبي عليه بالتسليم واشكر كل يوم